مساء الخير ومساء السعادة على عيونكم، وحشتوني جدا جدا. النهاردة الفيديو بتاعنا هيعجبكم بإذن الله. مركز العائلة مول جولة عن فساتين السواريهات زي ما طلبتوا مني، وهنشوف الأسعار ونشوف الحاجات دلوقتي. نبتدي بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة كده زي ما انتم شايفين، نحط اللايك الأول أهم حاجة للفيديو. وعلى فكرة انتظروا الفيديو الجاي، هيعجبكم جدا ومفاجأة. الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله اللي هينزل بعد الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا وهتشكروني كمان عليه. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه كده شفت فستان اللي هو اللون شايفينه قدامكم ده. طبعا ده شمواء زيتي، وفي منه كمان كذا لون، تقريبا الاسود وفي منه النبيتي. آه في منه كذا كذا شكل كده. يعني هو المفروض الفستان على 145 تقريبا. بس طبعا ده مش السعر النهائي. 145. ده مش السعر النهائي. يعني انت لو حبيتي تنزلي منه 20 و10، من 10 ل20 ريال. اكتر من كده لا، مش هيوافق. الميزة في مركز العائلة ان صاحب المركز دايما موجود هناك ولو مثلا حبيتي تنزلي من الاسعار بينزل عادي، مفيش عنده اي مشكلة. حتى انا كمان سألته لو في بنات جم وطلبوا ان هم مثلا تديهم خصم شوية، فقال لي لا ليك انت بس. قلت له لا، ما انا بصور على اساس ان المتابعين بتوعي يشوفوا. انا مش بصور عشاني. فبعد محاورات ومشاورات هيعمل الفستان على 120 ريال، مش هينزل اكتر من كده. حتى قال لي 130 120، قلت له لا خلاص ماشيها 120. قال لي اوكي ماشي مفيش مشكله. في بقى تشكيله كده هنشوفها مع بعض. الفستان اللي هو القطيفه دي في كذا منه، كذا شكل منه. مش يعني مش ستايل واحد، لا في كذا ستايل منه. هيعجبكم جدا. في طبعا داخل فيه الشيفون، وعليه ستراس كده بسيط من على من قدام. هنشوف برضو كذا تشكيلة كده مع بعض. يعني انا بصراحة دولت ما كانوش عاجبيني اول ما شفتهم، فقلت لها لا هو في حاجات، هو ده بس يعني ولا في حاجات احسن من كده؟ قالت لي لا في حاجات تانية، وفرجتني عليها وكانت معايا، يعني ماشية معايا بتفرجني وتقول لي ده كويس وده كذا وده كذا، يعني فاهمين قصدي. المهم الفستان ده برضو مش عارفة خامته ايه، ستان ده ولا ايه. آم، هو شكله برضو على الملكان حلو. وده برضو قطيفة. كل اللي موجود هناك معظمهم مكتوب عليهم 145، بس ان شاء الله ينزل على 120. وحاولوا معاه يعني ان شاء الله هيوافق. ده برضو ستان، فستان ستان موف. في منه برضو الاسود بتاعه. هي الستايلات هناك يعني مش كلها واو بصراحة، يعني في حاجات وحاجات كده. ده مثلا كان تحفة، كان شكله حلو قوي. في منه برضو الموف والابيض. فين مركز العائلة مول؟ المركز العائلة مول في الشرقية يا بنات، قبل الأهرام. يعني بعد ما بتدخلي الملف كده وكأنك خلاص داخلة على الأهرام، هو قبل الأهرام على طول. يعني هو أصلا مش ما يتوهش يعني ولا حاجة. الأهرام بتاع الملابس اللي موجود في الشرقية ده قبله. يعني مركز العائلة مول قبل الأهرام على طول. الفستان ده برضو عليه ستراس كده من فوق وكمان من تحت ستان. خامته برضو حلوة، برضو على 145. يعني هينزله لكم ان شاء الله ان شاء الله على 120 ريال بإذن الله. في منه الاسود والاحمر والكحلي. ده 135، ده ممكن ينزل لكم على 100. يعني اللي هو ب130 ينزل على 100، وال120 هينزل ان شاء الله على 100. في برضو حاجات هنا على 120 هنشوفها مع بعض برضو كويسة جدا. ده على 145 اللي احنا شفناه على الملكان في الأول ده، بس ده على أسود. ده برضو ده 145 برضو، يعني ممكن يخليه 130 120 إن شاء الله. في منه الأسود واللي هو الفضي ده أو السيلفر ده. آه على فكرة في الصيف بيبقى عندهم موديلات احسن كمان من اللي موجودة دلوقتي. انا حاسة ان الموديلات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي شتوي شوية وكمان مش قد كده برضو. ففي الصيف بيبقى برضو عامل حاجات كويسة، بقى عنده حاجات كويسة. ده برضو الفستان اللي احنا شفناه دلوقتي بس على كحلي. مش عارفة الكسر اللي تحت ديت مخليه مش حلو. ده مش حلو خالص.
ده على كام مش فاكرة. آه هنشوف دلوقتي برضو مع بعض حاجات حلوة كانت عجباني بصراحة، هقول لكم عليها دلوقتي. الفستان ده برضو ستان كده، برضو 145، يعني ممكن ينزل برضو 130 120. آه هو لونين في بعض، اللي هو الاسود والكريمي ده. آه ده برضو كام، برضو هتلاقي ممكن 145 برضو تقريبا. آه شيفون، ده شيفون. ان شاء الله مش ده بس اللي هصوره، يعني ان شاء الله لو اي حاجة شفتها تانية سوريهات، بس طبعا تكون كويسة شوية، هصورها لكم بإذن الله. انا كنت جاية هنا على اساس ان هلاقي موديلات حديثة وحاجات كويسة. معظم الحاجات اللي موجودة يعني ممكن ما تعجبش الكل. في بعض فستان كده هنشوفهم دلوقتي مع بعض هيعجبوكوا. هم دولت كانوا احسن حاجة هناك موجودة. لكن ان شاء الله لسه في اماكن تانية هصور فيها سوريهات. والفيديوهين الجايين الاتنين اللي هيجوا ورا بعض اللي جايين ان شاء الله باذن الله هيعجبوكم جدا. بس ما تنسوش اللايك بقى، واعملوا مشاركه للقناه بتاعتي، علشان آم، اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار بيه. الفستان ده مش فستان، ده سالوبيت كده ولا ايه؟ آم، ده برضو من مش فاكرة الكم ده ليه اسم القماشة الخامة دي لها اسم، بس انا مش فاكراه خالص. اكتبوا لي بقى في الكومنتات اللي فاكرة اسمها، اللي هي حسوها شيفون ناشف كده وفيها لمعة، ليها اسم كده بس انا مش فاكراه خالص. البدلة دي برضو حلوة، كانت حلوة قوي، شكلها حلو وخامتها حلوة قوي. بس مش عارفة الكم مش محله خالص يعني. مش مكانه، في منها البدلة دي، في منها كذا لون ما شاء الله، يعني فيها كذا لون منها. الفستان ده برضو كان حلو. يعني ممكن هو فستان ولا ايه؟ اه فستان. آه ده الكم بتاعه اهوت، عليه استراس كده ومن على الصدر برضو. هو خامته شيفون وتحتيه بطانه. طويل طبعا مش قصير، وحاساه كان شكله رقيق، يعني لو هنلبسه في البيت مثلا يبقى شكله حلو في مناسبة يعني في البيت وكده. ده برضو فستان كده بالجالوش. برضو على 145، طالما ما جبتش السعر اعرفوا ان هو 145، بس ان شاء الله زي ما قلت هيوصل 120 130 بالكتير، واقل من 130 كمان. دي برضو عباية، في كذا عباية كده استقبال موجودة هناك. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هما كاتبين عليه فستان، بس هو مش فستان طبعا، هو عباية استقبال او تتلبس في البيت يعني وكده. كام سعرها؟ مش فاكرة، ما كانش تقريبا مكتوب عليها سعر. شوف كام. لا مكتوب 100 ريال، 100 ريال، ممكن تنزلي منها على فكرة، ممكن تنزلي في السعر بتاعها. دي برضو حاجات قطيفة كده، مش عارفة يعني ظلمها اللي سماها فستان بصراحة. كل ده قطيفة. في ناس بتحب الحاجات دي على فكرة. انا هنا بشوف اللي هم الناس اللي بيفصلوا بيعملوا الحاجات دي. انا بقعد اقول هو لسه في حد بيلبس الحاجات دي؟ بس والله بلاقيهم بيعملوها يعني، وشغالة معاهم كويس. آه كل واحد ليه ذوق طبعا، يعني مش هنعترض على حد، كل واحد ليه ذوق وكل واحد ليه طريقة في لبسه. آه زي ما قلت اصلا معظم الحاجة اللي موجودة هناك شتوي، فهتلاقوا طبعا الاذواق مش واو يعني، لكن في بعض فستان كده هتلاقوه حلو. سايباهم للاخر عشان نحل بيهم. البنات اللي كانت بتسأل على اقول لكم ولا اخليها مفاجأة؟ خليها مفاجأة. ده على 125. ده هينزل ل100. هي قايله لي الفستان اللي ب120 هنخليه 100. تمام. الفستان ده برضو ده كان على 120، بس هي قالت لي ممكن نخليهولك على 100. 125 قالت لي هنزلهولك على 100. هو تقريبا شيفون وتحتيه بطانة، وعليه استراست كده من على الكم.
في منه كذا شكل، يعني في منه برضو بس مش نفس الستايل ده، مثلا على حمصي او اصفر. وفي منه الاحمر ده هوريهولكوا برضو دلوقتي، دوت برضو على 100 ريال، برضو كان عاجبني برضو. ده كام؟ ايه ده؟ 145 ولا 45؟ ده مش واخده بالي. الفستان ده كان عاجبني الكم بتاعه بس. الكم بتاعه هو اللي كان عاجبني. ده برضو فستان تاني، ستايل تاني برضو، وده برضو نفس اللون بس يعني ستايل تاني برضو، نفس يعني نفس القماشة بس معمول منها ستايل تاني. هما دولت يعني من الحاجات اللي كانت عجباني شوية، ولسه في كمان في 2 أو 3 كانوا عاجبيني برضو. آم، ده برضو على ستان كده، في منه كذا لون. اللي هو اللي قدامكم ده يعني بيعور كده يعني، الاستراس الموجود عليه بيعور يعني صعب. طبعا يا بنات عندهم السنتر كبير، في ملابس وفي شنط وفي أحذية وفي ملابس ولادي وفي الدفايات الولادي والبناتي، في بيجامات، في استرتشات، في ليجن قصدي، في بناطيل شتوي نسائي، في حاجات كتيرة جدا ما شاء الله. بس انا ما صورتش الا الفساتين، انا كنت رايحة ومركزة عليها هي بس. لكن المول ما شاء الله واسعاره حلوة جدا جدا جدا. فروحوا وان شاء الله تتبسطوا هناك. انا بصور اللي بيعجبني واللي مش بيعجبني، مش مثلا ان انا هصور اللي بيعجبني بس، لان انا زي ما قلت ممكن يعجبني ممكن ما يعجبش غيري، ممكن ما يعجبنيش لكن يعجب غيري. فاهمين قصدي؟ فانا بصور كل اللي موجود. ودول بقى كانوا اكتر 2 كانوا عاجبيني قوي، في واحد كمان لسه هطلعه دلوقتي. يعني دولت اكتر 3 فساتين بصراحة، خامتهم وشكلهم كانوا حلوين. اللي هو الموف هما موف، والاوف وايت او الاصفر الابيض اللي ورا ده، لا ده مش ابيض، ده اوف وايت. هطلعه دلوقتي، بصراحة كان عاجبني جدا. اهما اتصورتهم بقى صورة كده، ال3 دولت هما دول كانوا اكتر 3 كانوا عاجبيني وخامتهم حلوة جدا. وفي منه الاسود، بس الاوف وايت ده كان احلى بصراحة، كان احلى واحد هناك كمان. تقريبا على كام يا ربي مش فاكرة، على 145 تقريبا. وهي دي بس المجموعة اللي كانت موجودة هناك. أتمنى يا رب ما كنش طولت عليكم واستفدتوا من الفيديو. وانتظروني الفيديوهات الجاية إن شاء الله، في حاجات مهمة هتعجبكم جدا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.